كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، النهاردة عيد الحب. وانت طيب يا حبيبي. يلا بقى نروح على الفاصل عشان بريك خلص. ايه يا بنتي، انا كنت دايخة عليكي، انتي رحتي فين؟ اصل النهاردة كان عيد الحب. عمر كان بيقولي كل سنة وانتي طيبة وجاب لي هدية. ايه ده؟ هو احنا مش لسه صغيرين على الكلام ده؟ وحتى لو مش صغيرين مش كده غلط برضو؟ يا بنتي ما تكبرهاش، مش كل حاجة غلط. طب ومامتك عارفة الموضوع ده؟ لا طبعا مش عارفة، ومش كل حاجة اقولها لماما. وانتي يا ميرو، هو انتي ما عندكيش حد في حياتك ولا ايه؟ قوليلي بصراحة. الصراحة لا، ما عنديش. ليه يا بنتي؟ ده الحب جميل، جربي بس تحبي. ايه يا مروه، بتفكري في ايه؟ مالك سرحانه كده؟ الصراحة ميرو بقالها فترة كده مش عجباني، وردودها مش عجباني، تصرفاتها غريبة كده، وكل حاجة مش عجباها، ومش مقتنعة بأي حاجة أنا أقولها لها. مش كل حاجه تقفشي معاهم، واحده واحده. اي موضوع يتاخد بالتفاهم. لا مش دي المشكلة يا آدم، المشكلة إن هي حاسة كده إن هي مصاحبة حد مش مظبوط. تصرفاتها غريبة وردودها غريبة، مش بتاعت ميرو، بتاعت حد تاني. حاولي تحتويها واحده واحده معاها عشان محدش يسيطر على دماغها. خليكي انتي اقرب صاحبه ليها، بدل ما تخاف منك خليها هي تلجأ لك دايما. أنا فعلا ناوي أعمل كده، بس المشكلة إن هي بحاسة كده إن هي متضايقة من حاجة، مخبية حاجة. عايزة أتكلم معاها كده واحدة واحدة كده، أفهمها في إيه. وانتي بتكلميها دايما عرفيها حدودها في الحلال والحرام، عشان تبقى فاهمه ان ربنا رقيب على تصرفاتنا. هقعد معاها كده اتكلم اشوف في ايه، عشان فعلا تبقى عارفة الصح من الغلط، من غير ما تحس ان احنا كابسين على نفسها ومراقبينها. ايه يا ميرو حبيبتي، خلصتي مذاكرة خلاص هتنامي؟ يا ماما خلصت مذاكرة وصليت وحنام. ماشي حبيبة ماما، ممكن اتكلم معاكي شوية قبل ما تنامي؟ يا ماما اتفضلي. قولي لي حبيبتي، انت في حاجة مزعلاكي او حاجة مكسوفة تقوليها لي؟ لا يا ماما، ليه بتقولي كده؟ انا امك يا حبيبتي، اكتر حد يحس بيكي. وعموما براحتك، لو انتي مش عايزة تتكلمي خلاص، بس اوعدك في اي وقت هتتكلمي فيه هتلاقيني صاحبتك مش امك، ومحدش هيحس بيكي اكتر مني، ولا هيوجهك للصح وهيخاف عليكي قدي. بصراحة يا ماما انا عايزة اقولك على حاجة مضايقاني، بس عشان خاطري ما تزعقليش. لا طبعا مش هزعقلك، اتكلمي حبيبتي، في ايه؟ بصراحة يا ماما انا عندي فاتن صاحبتي مصاحبة ولد، في كل عيد حب بيجيلها هدية، ومعظم صحباتي كده، وانا بحس ان مفيش حد بيحبني، ودي حاجة بتضايقني قوي من جواي. بصي حبيبتي، انا فرحانة بيكي قوي ان انتي لما حسيتي حاجة جريتي على ماما وجيتي قلتيها لي، بدل ما كنتي قعدتي فكرتي مع نفسك وفي الاخر لقيتي نفسك بتتصرفي زي صحابك. ليه يا ماما؟ ده بيقولولي الحب جميل وجربيه. طبعا يا حبيبتي، الحب جميل وجميل جدا كمان، بس في الاطار الصح مش الغلط. عايزة اسألك سؤال، هو العلاقة بين الولد والبنت دي حاجة حلال ولا حرام؟ مش عارفة يا ماما. لا انتي عارفة بس متلخبطة. هو طبعا حرام، بس ليه حرام؟ هل ربنا عايز يضايقنا، ولا ربنا عمل لنا حدود علشان يحمينا؟ اكيد عشان يحمين. لما بنت من البنات دي تحب ولد وبعد كده يسيبها، مش هتتأذى نفسيا؟ مشاعرها هتتجرح ولا مش هتتجرح؟ طبعا يا ماما هتتجرح. وبعد كده لما يتقدم لها حد تاني ما بتكونش بنفس النقاء بتاع المرة الأولانية. عشان كده ربنا حافظ علينا وقال لنا ان ده حرام، وان مشاعرك ما تديهاش غير لجوزك وبس.
مقتنعة ولا مش مقتنعة؟ وايه يعني يا ماما لو انا صاحبت ولد وهو يحبني وانا احب؟ انا كده كده يعني مؤدبة، مش هعمل حاجة غلط. هتلاقي نفسك بتتنزلي عن مبادئك يا ميرو واحدة واحدة، وبعد كده ممكن تلاقي نفسك بتعملي حاجات ما كنتيش تتوقعي تعمليها. كل ده باسم الحب، والحب بريء من كل تصرف غلط. ووارد تقعي في مشكلة وفي الآخر هتلجئي برضو لأهلك. يبقى من الأول واجب عليكي تعرفي أهلك أي حاجة بتحصل، وفي نفس الوقت تتقي ربنا في تصرفاتك، هو أكبر حامي ليكي. وفي حاجة لاحظتها فيكي يا ميرو عايزاكي تغيريها. ايه هي يا ماما؟ بصي يا حبيبتي، ثقتك في نفسك اوعي تستمديها من علاقتك مع ولد أبدا. الولد مش هو ده اللي بيديكي ثقتك في نفسك، لأ. ركزي وذاكري وانجحي وحققي نفسك وحققي مستقبلك. بعد كده لما تكبري هتعرفي تفكري وتعرفي تختاري شريك حياتك بطريقة صح، علشان في الآخر ما تندميش. يا ماما انا مبسوطة قوي ان انا اتكلمت معاكي. ربنا يخليكي ليا، اي حاجة لما هتحصل هقولك انتي. ماشي يا حبيبتي، وانا دايما هسمعك ودايما هشجعك، ما تقلقيش. واي حاجة مهما كانت وحتى لو تصرفتي غلط تيجي تحكيلي، ونفكر انا وانتي ازاي نعالج الغلط. ماشي يا ميرو؟ ماشي يا ماما، شكرا.